اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي، وده هيبقى عاشر موسم فانتزي ليا. ده التعديل الاخير على الدرافت بتاعي، وده بنسبه كبيره جدا اللي هبتدي بيه الموسم بتاعي. في حراسه المرمى رايا، بعد تفكير طويل واختيارات كتير لحراس المرمى، مفيش في فئه الاربعة ونص حارس عاجبني اوي غير هاندرسون من كريستال بالاس. وعايز اجيب مدافعين من كريستال بالاس، فالفريق اللي هيقدر يعمل كلين شيت بالنسبه لي اكتر فريق السنه دي هو ارسنال، برغم الماتشات الصعبه اللي في اول الموسم. انما انا حطيت بادجت كبير على حارس المرمى رايا، هعتمد عليه على الاقل لحد ما اعمل الوايلد كارد. وفي الجولة الاولى اعتقد هو الفريق الوحيد اللي هيعمل كلين شيت. ارسنال ممكن يكسب 2-0. كل الماتشات مش هيبقى فيها كلين شيت بنسبة كبيرة جدا، ده في رأيي، وارسنال الوحيد اللي هيقدر يعمل كلين شيت. جفارديول في الدفاع احسن مدافع اعتقد موجود في الفانتسي السنة دي، بيلعب ليفت باك مع مانشستر سيتي، وشوفنا قدراته الهجومية السنة اللي فاتت اول ماتش قصاد تشيلسي. انما برضو انت مستني السنه دي هيبقى، وبالذات الجوله الاولى بيبقى اهداف كتير جدا، والفرق كلها متحمسه والجمهور متحمس وكله بيسجل. فمش هتوقع كلين شيت في الجوله الاولى. وفي الموسم ده عموما نسبه الاهداف عماله بتزيد كل سنه، والمدربين الصيحه بتاعتهم بقت اللعب الهجومي. قليلين قوي المدافعين اللي بقوا بيلعبوا بتكتيكات دفاعيه في الدوري الانجليزي. مثلا يجي في بالي على طول دلوقتي شون دايتش مثلا، مفيش مدربين تاني كتير، ممكن بوستجوليو مثلا، انما الباقيين كلهم بيحبوا يلعبوا بطرق هجومية. فبتستنى نقط هجومية من المدافعين، مش كلين شيت كتير زي المواسم اللي قبل كده لما كان ليفربول بيعمل 17 كلين شيت والسيتي 18 كلين شيت والحاجات دي. المدافع التاني مونوز هو اكتر مدافع ممكن يجيب نقط بالنسبة لي، او من اكتر المدافعين اللي ممكن يجيب نقط السنة دي. هو السنة اللي فاتت كان رقم 4 في المدافعين في الشانسز كرييتد، بتتاح له كتير فرص كتير جدا في الهجوم. فريقه بيلعب 3-4-3، فهو وينج يمين. في الخطة دي عارفين بيبقى الوينج اليمين بتاع الفريق بيبقى الفول باك اليمين، رايت وينج باك، بيبقى بيهاجم كتير جدا. مونوس ب5 وميتشل ب5، انا برشح مونوس اكتر. مونوس بيخش ال18 اكتر، ميتشل بيعمل تارك ميتشل بيعمل الكورسات اكتر. الكسندر ارنولد انا جبته من مدافعين من فريق ليفربول، هو مدافع بسعر 7، ده يديني بعد كده فلكسبيليتي ان انا انزل لمدافع تاني في السعر بتاع 6.5 و6. وفي نفس الوقت انا عايز يبقى عندي لعيبة من ليفربول في الماتش بتاع ابسوتش تاون ده، وانا مش هيبقى عندي صلاح. والكسندر ارنولد عارفين الفاليو بتاعته في الفانتازي، مش هتكلم عنه كتير. فطالما ما عنديش صلاح، فهيبقى عندي، وهقول بعد شوية ليه انا اخترت ما يبقاش عندي صلاح والعب بهالاند، بس ليه مش الاتنين، ليه مش صلاح وابيع هالاند. فالكسندر ارنولد، ولو ان الماتش ده مش شرط يخلص كلين شيت لليفربول، برضو ماتش بره ملعبه ابسوتش تاون، بقاله كتير عايز يوصل الدوري وعلى قصاد جمهوره هينافس ليفربول شوية. انما الماتش ده ممكن يخلص 3-1 لليفربول. الكسندر ارنولد ممكن يبقى معايا اول 5 اسابيع. خليك لاحظ دايما ان ده الفريق ده فريق اول اسبوع، مش ده الفريق، ما تفكرش قدام اوي للموسم، انت فكر اول 3 جولات، اول 5 جولات، علشان تقدر تتحكم في اللعيبة اللي انت عايز تجيبهم بالظبط، يبقى عندك رؤية محددة. في نص الملعب عندي ساكا انا بالنسبة لي ساكا ممكن يجيب نقط زي صلاح السنة دي، هو بقاله موسمين بيعدي 200 نقطة. السنة اللي فاتت جايب 15-16 جون، صلاح برضو جايب اكتر من كده بجون او جونين. اسيستات كتير برضه، والكورنر والبينالتي كيك زي صلاح. انت ممكن تعمل فريق فيه هالاند وصلاح الاتنين مع بعض، انما مش هيديك فلكسبيليتي لكذا اسبوع قدام. هيحد اولا مش هيبقى عندك فلوس في البنك، ثانيا الاوبشنز اللعيبه التانيين ان انت تعمل ترانسفير مش هتقدر تطلع قوي للعيبه معينه انت عايز تجيبهم، مع توالي الاحداث في الدوري والاصابات والكارت الاحمر وسهوله او صعوبه الماتشات او تغير الظروف ده. انت مش هيبقى عندك المرونه دي ان انت تتفاعل مع الاحداث عشان البادجت عندك محدده جدا. انما بتستغنى عن واحد منهم هيفضل عندك التاني.
وفي نفس الوقت ممكن تجيب لعيبة تانية يبقى قريب منهم النقط اللي هو هيجيبها، وتقدر تعمل البالانس في فريقك. اهم حاجة تعمل البالانس، مش يبقى عندك مثلا صلاح وهالاند وتفقد البالانس في فريقك. لو انت قادر تعمل بالانس بين هالاند وصلاح ومقتنع بكده اوكي، بس انا شايف ان هي صعبة شوية. انت ممكن تشوف البالانس ده بعينك، الاسبوع الفريق كويس للاسبوع الاول مثلا او التاني بالكتير، لكن مع توالي الاحداث هتبقى صعبة قوي. ممكن تبتدي بالاتنين مع بعض وتروح ويعني وتقعد تمشي صلاح وتجيبه، وتمشي هالاند وتجيبه، يفضلوا هما مثلا عندك بشكل شبه متتالي كل اسبوع تروح وتيجي بينهم، انما مش هتقدر تحافظ عليهم طول الموسم. انا شايف انك تعمل بالانس في فريقك وتكونستراكشر فريقك في البادجت بين الخطوط كلها في اول الموسم، ممكن تبقى فكرة احسن. ساكا ممكن يبقى بديل لصلاح، بيلعب ضربات الجزاء قلنا زيه، والاسيستات والعدد الدقايق اللعب والاستمرارية والقوة الهجومية بتاعة الفريق والكلام ده كله بيقدر. كمان الفكرة ان انت عندك يبقى عندك صلاح وهالاند، انت هتكابتن واحد بس منهم، لو مش هتكابتن التاني يعني بيبقى فلوس كتير مش في محلها. طالما مش هتكابتنه وهيجيب لك 10 نقط بس مثلا 12 نقطة، ممكن لعيبة تانية ممكن يجيبوهم كل اسبوع بالترانسفير. انما الفكرة في صلاح وهالاند ان انت لأي مدى تستفيد من الكابتنة بتاعتهم. زي ما انا مثلا مكابتن الاسبوع ده هالاند، في تاني اسبوع برضو ليه انا اخترت هالاند مش صلاح، ان انا هو يبقى معايا في الفريق، لان ساكا انا شايف ان هو بديل كويس جدا لصلاح. هالاند الصراحة اقوى مهاجم في الدوري، مفيش بديل ليه. كمان نقطة تانية خلتني اختار هالاند، ان هو في الاسبوع التاني عنده ابسويتش تاون، وده فرصة كبيرة جدا لكابتنة هالاند ان هو يجيب نقط كتير. لو انا ابتديت بصلاح مش بهالاند يبقى صعب اوي اجيب هالاند الاسبوع التاني، فانا جبت جوتا والكسندر ارنولد من ليفربول. وجوتا برضو في التوب فورم بتاعه، في لعيبه كده في الفانتازي وهم في التوب فورم لازم يبقى عندك، زي ما كان شيلويل مثلا قبل كده او زاها في كريستال بالاس. عارف ان هو ممكن ما ياخدش دقايق لعب كتير، بعد كده يخش نونيز وجاكبو، عارف ان هو مش بيلعب ضربات الجزاء، انما هو في التوب فورم مش بيلعب حتى الكور الثابته كمان. انما انا متاكد 100% ان هو هيبتدي السنتر فيرود بتاع ليفربول في الاسبوع الاول قصاد ابسوتش تاون. يعني طول ما هو موجود يعني هو برضو يعني يقدر يسجل اهداف قد صلاح. جوتا عنده القدرة دي. الميزة عند صلاح ان هو دقايق اللعب عنده اكتر وبيسدد ضربات الجزاء، فانا جوتا هبتدي بيه اول على الاقل اسبوعين 3، يلعب قصاد ابسوتش تاون وبرنتفورد ومانشستر يونايتد لحد بعد كده ما الاحداث تتغير وابتدي اعمل الترانسفيرز بتاعتي. بس فانا شايف ان ساكا هيبقى بديل كويس لصلاح السنة دي في نقط الفانتزي، وفلوس صلاح اقدر اعمل بيها بالانس في الفريق في حراسة المرمى وفي خطوط الدفاع وفي نص الملعب حتى في الدكة كمان. واقدر بعد كده ان انا اعمل ترانسفير. اعتقد انا عندي فلوس في البنك، عندي نص مليون في البنك كمان، فاقدر اعمل الترانسفيرز بشكل فيه فلكسبيليتي اكتر. ايزي يعني بسعر 7 مليون هو يعني احسن لعيب في السعر، يعني بالنسبة لسعره والفاليو بتاعته هو احسن لعيب اعتقد موجود، وده برضو باين في نسبة امتلاك 34.8. وبعد شوية هقولك نتيجة مفاجأة هتبقى في ماتش برينتفورد وكريستال بالاس دي انا متوقعها. ايزي هو بيلعب الضربات الثابتة وضربات الجزاء، اتكلمنا عنه في الفيديوهات قبل كده وناس كتير اتكلمت عنه. هو كل يعني الاكسبرتس هيبقى عندهم ايزي في الفريق بتاعهم، فبسعر 7 اعتقد انت يعني بسهولة جدا ممكن برضو يبقى عندك في الفريق. انا بتوقع ماتش ايزي وبرينتفورد ده يبقى فيه اهداف كتير، ان هو ممكن يخلص 3-3، كل فريق هيسجل هدفين او 3. ماتش ده يبقى فيه نسبة تسجيل عالية. فايزي طبعا لو فريقه هيسجل 3 اهداف هو ممكن يبقى ليه فيهم هدف او اسيست على الاقل. يعني احنا عارفين ان هو كل يعني المفاتيح اللعب الهجومية بتبقى منه هو، بيمرر كويس جدا، بيتواجد في اماكن هجومية كويسة جدا، عندهم مسجلين اهداف كويس في الفريق. والمدرب بتاعهم شفنا السنة اللي فاتت لما جه للفريق في نص الموسم كانوا بيلعبوا بستايل لعب هجومي كويس جدا، ومش هيفرق معاهم كتير عدم وجود اوليزيه. مش قصدي مش هيفرق معاهم في شكل الفريق، طبعا هو كان لعيب مهم جدا، انما في نقط الفانتزي بالنسبه لايزي بالعكس دي ممكن تضيف له برضو نقط اكتر، لان اوليسيه كان بياخد منه شير في الضربات في الثابته والركنيه.
فايزي هيبتدي معايا الموسم ومتوقع له سكور كبير في اول اسبوع. وبعد كده في نص الملعب انا عندي روجرز وسميث روي في نفس الفئة اللي هي بتاعت 5 و5.5. روجرز انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات ان هو هيبقى مفاجأة الموسم ده في نقط الفانتازي، وبسعر 5 هيبقى فعلا مفاجأة زي بالمر كده السنة اللي فاتت. لعيب عنده قدرات كبيرة جدا، وكمان على فكرة ممكن يبتدي ماتش ويست هام يونايتد ده هو راس الحربة بتاع استون فيلا. واتكنز لسه ممكن لو هو مش فت كفاية ان هو يبتدي. انا بقول روجرز ده هيبقى راس الحربة بتاع استون فيلا، وممكن هو اللي يسدد ضربات الجزاء لو جت وواتكنز مش موجود. حتى واتكنز موجود برضه انا مش متأكد 100% ان هو اللي هيسدد ضربات الجزاء. السكور بتاعه وحش في ضربات الجزاء، سدد في البريمير ليج 9، ضيع 5 أو 4. بعد ما دوجلاس لويس مشي، روجرز لو موجود وقت دقايق لعب اكتر في الملعب وخد الثقة عنده ثقة، ممكن يبقى هو اللي بيسدد ضربات الجزاء، او واتكنز هيبقى واحد منهم يعني. سميث رو اللي حط على الدكة الماتش ده مانشستر يونايتد، يعني هو دفاعه مش قوي بس هو فريق برضو تكتيكي بيلعب على ملعبه اول اسبوع. الفريقين منظمين جدا وبيلعبوا باداء تكتيكي عالي جدا. الماتش ده ممكن يبقى 2-1 يعني لو سكور جيم، مفهوش اجوان كتير. فولهام ممكن يسجل هدف واحد بس، فانا براهن على روجرز اكتر بس للاسبوع ده. انما سميث رو بعد كده فولهام ماتشاتهم كويسه قوي، هيلعبوا ليستر سيتي وابسويتش تاون الاتنين جايين من الشامبيونشيب، وويست هام يونايتد بمدربه الجديد والصفقات الجديده، ونيوكاسل ونوتنجهام، وتبتدي ماتشاتهم هتتصعب شويه. انما اول 3 اسابيع في الاسبوع التاني والتالت بالذات ماتشاتهم حلوه، فهقدر اعتمد عليه بعد كده. طبعا هو معروف سميث رو كان في الارسنال، معروف لمعظم الناس اللي كانت بتتابع الارسنال، سنه صغير وسريع وبيلعب رقم 10، وهيبقى رقم 10. هو لعب في الماتشين الوديين مع فولهام على طول، سجل هدفين في الماتشين. هيبتدي الدوري لو فضل فت هيقدر يسجل نقط كتير. الفريق منظم جدا هيساعدهم. وفولهام ممكن يبقى بيحقق نتائج كويسة السنة دي على مستوى جدول الترتيب. فولهام ويست هام يونايتد ممكن يبقوا بلاك هورسز السنة دي في جدول الترتيب. خط الهجوم هالاند طبعا مش هتكلم عنه كتير، وهو كابتني في ماتش تشيلسي. هو سجل فيهم هاتريك في الماتش الودي اللي لعبوه في الصيف في الموسم الماتشات التحضيرية للموسم. وبعد كده في تاني اسبوع ده ماتش خطر جدا ما يبقاش عندك هالاند في الماتش ده ابسويتش تاون. انا عارف ان فودن مش موجود واوسكار بوب كمان اتصاب، انما دوكو موجود ودي بروين موجود. قصدي فودن مش موجود ان هو مش هيلعب خالص، انما مش فيت كفايه ممكن ما يبتديش. انما برضو مانشستر سيتي عنده القدره ان هو يبتدي بدايه قويه. هالاند المهاجم بتاعهم طبعا هو كابتني الاسبوع ده. ايزاك الفايس كابتن، هيلعبوا ساوثهامبتون جاي من تشامبيونشيب على ملعبهم. الماتش ده ممكن يبقى فيه اهداف كتير من ناحية نيوكاسل، فرق مستوى بينهم اكبر لصالح نيوكاسل. وإيزاك بيسدد ضربات الجزاء وشفناه هو فريش جدا وحيوي جدا في الماتشات التحضيرية. هو الفايس كابتن بتاعي بسعر 8.5. هيلعب ساوثهامبتون وبورنموث وبعد كده توتنهام. اول 5 ماتشات عنده ماتشين بس على ارضه، انما ماتشات مستواها كويس بالنسبة لنيوكاسل، يقدر يسجل فيها اهداف. ايزاك ويلسون مش موجود، هو المهاجم رقم 1، وما عندهمش كمان ماتشات دوري ابطال ولا اي التزامات اوروبية. فنيوكاسل هيبقى قوي جدا السنة دي في الدوري، وايزاك المهاجم بتاعهم. ممكن على فكرة جوردون كمان مكان جوتا، دي هفكر فيها، بس ممكن جوردون مكان جوتا فعلا. الفريق من غير التزامات اوروبية هيبقى قوي، وعدد دقايق لعب جوردون ممكن يبقى موجود اسهاماته اكتر من دييجو جوتا. وبرضه الفريق بيلعب بطريقة هجومية وبيصنع فرص كتير، وعنده منافسة في في الجناحين في خط الهجوم، وبلاي ميكر جوميريز كويس، صانع لعب هايل. فإيزاك برضه نسبة امتلاكه 59% عالية جدا، طبعا ده بدليل عليه كلامي.
جواو بيدرو بسعر 5.5، وانا عندي نص في البنك انا بفكر فيه، بس ان انا اجيب مهاجم فولهام مونيز بس، علشان اول ماتش ده يبقى تكتيكي اوي من مانشستر يونايتد، وزي ما قلت متوقع بس ان فولهام يسجل هدف واحد بس. عشان كده انا هراهن على جواو بيدرو اكتر. طريقة لعب الفريق هم بيلعبوا بحاجة وهما معاهم الكرة شبه 4-2-4، جواو بيدرو ويلبك في السنتر. مم، ممكن تبقى فرصه اكتر ماتش زي ايفرتون ده، ممكن تبقى فرص جواو بيدرو اكتر، وبيسدد ضربات الجزاء، هو رقم واحد باحصائياته في الضربات الجزاء، 100% بيسجل، ما ضيعش ولا مرة. وهو رجع فت من الإصابة وسجل حتى في الماتش اللي رجعه آخر ماتش تحضيري لحقه وسجل فيه، وسجله أهداف كتير. فأنا هفضل إن أنا أبتدي جواو بيدرو وأخلي النص مليون معايا في البنك، وعندي سميث روي من فولهام ممكن يشارك مع مونس في نقط الفانتازي لو سجله أهداف. هو بيلعب، شفناه في الماتشات التحضيرية بيلعب وراه على طول، رقم 10. وعلى الدكة باركو من الدفاع بتاع برايتون، بيلعب كور ثابتة كتير جدا، الكورسات بتاعته الكور الثابتة بتاعته هايلة في الماتشات التحضيرية. اعتقد ممكن هو يبقى رقم واحد، خصوصا بعد جروس ما مشي، يبقى هو رقم واحد في الكور الثابتة. وفي طريقة اللعب بتاعتهم هو مناسب جدا، وفي عدم وجود استبينيان ممكن باركو يبقى هو يعني مع الوقت والماتشات يبقى هو الأساسي بتاع برايتون. يعني بالمستوى اللي شوفته فيه ده، يعني الصراحة صعب ان هو يبقى قاعد على الدكة لحد ما استوبينيان يرجع، اللي يبقى فيت تاني ويرجع من الإصابة ويخش تاني مع الفريق. باركو هو المدافع رقم واحد عندهم في الأسبوع التاني والتالت مانشستر يونايتد وأرسنال، إنما بعد كده عنده إبسويتش تاون في الأسبوع الرابع، ونوتنجهام بعد كده في الأسبوع الخامس، الماتشين على أرضهم. لحد ما استوبينيان ما يرجع، لو باركو فضل هو الأساسي مع الفريق لحد الأسبوع الرابع والخامس، هيبقى فرصة هايلة إن أنت تدخله في اللاين أب بتاعك. جونسون هو أحسن مدافع متهيألي بسعر 4، أكتر واحد ممكن يبقى أساسي، وستايل لعب الفريق كمان 3-4-3، هو الرايت وينج باك. وشفناه مع ويست هام برضه لما كانوا بيلعبوا 3-4-3، كان هو بيبقى بيلعب ليفت وينج باك يعني في ظروف معينة كان بيبقى فيها ويست هام في إصابات كتير، وعنده القدرة اللي هي على إن هو يجري بالكورة أو يخش يخترق منطقة الجزاء مع فريق صاعد من الشامبيونشيب، وهو عنده اكسبيرينس في البريمير ليج. فممكن يبقى هو أهم لعيب بسعر 4 بالنسبة لي في الفانتزي. ماتشاتهم صعبة في أول الدوري، ليفربول مانشستر سيتي، بعد كده يلعبوا فولهام برايتون، وتبتدي الماتشات تسهل شوية طبعا. يعني هو لعيب احتياطي بسعر 4، لكن أساسي بنسبة 100%. في حراسة المرمى أنا اخترت الحارس فالديمارسون من برنتفورد. هو السكواد بتاعهم برنتفورد مفهوش غير 2 حراس مرمى، فليكن وهو الحارس ده فالديمارسون. ف يعني مفيش حارس غيره في السكواد بتاعهم، فلو فليكن مش موجود يبقى هو موجود. فليكن الموسم اللي فات كان مهزوز شوية، يعني في اي فرصة هيبقى هو حارس ده اللي هيلعب. حاجة تانية خلتنا اختار ان هو نسبة امتلاكه قليلة، ففكرة ان هو سعره ينزل بعد كده هتاخد وقت اطول، يعني مش ممكن ما يخسرنيش كتير في الفاليو بتاعته بنسبة كبيرة. ده اللاين اب اللي هبتدي بيه الموسم بتاعي. الموسم اللي فات كنت في التوب 100 كي، عايز الموسم ده اخش اكتر شوية قدام. الحاجة اللي ممكن يعني افكر فيها بس لحد ما الموسم يبتدي النهاردة، هو حارس ان انا ابدل بين سميث روي. برضو بفكر انا في نكونكو، هيبقى عنده استمرارية اكتر كتسجيل اهداف وتسجيل نقط فانتزي، مش متأكد. انما بفكر في فولهام الصراحة مستقر اكتر، وطريقة لعبهم وتنظيمهم برضو فريق منظم، ما يبعدش كتير في القوة عن تشيلسي على فكرة، حتى في القوة الهجومية كمان. انما نكونكو نسبة امتلاكه عالية، نسبة امتلاكه كام نكونكو؟ ده بس الريسك الوحيد اللي ممكن يجي منه.
17%. نزلت قوي عن الايام اللي فاتت، بسبب برضه ممكن لعيبة زي سميث روي لما راحوا فولهام نسبة امتلاكه كانت معدية 30. انما انا بفكر في نكونكو برضه، هو لو ابتدى الموسم وهو راس الحربة بتاع تشيلسي بسعر 6.5، راس حربة وهو في الفانتازي نص ملعب، احنا يعني عارفين دي بتبقى عاملة زي بيبقى هو بياخد نقط الكلين شيت وفرصة اكتر في البونص، وهو اصلا بيلعب راس حربة والجون بتاعه ب5 نقط مش ب4. فدي هفكر فيها علشان اجيبه عندي نص. ممكن ابدل راية، ارجع تاني لحارس بين ال4.5، يبقى هاندرسون مثلا. يبقى هاندرسون ب4.5، واروح ممشي مونز وجايب بيدرو وبورو. ده لو انا يعني عايز اوصل لان انا اجيب نكونكو. فبرضه هكفر كريستال بالاس منظم وقوي، عملوا 10 كلين شيت الموسم اللي فات، وبيستحوذوا على كورة كتير وبيهددوا الخصم هجوميا، فده بيساعد ان يخف الضغط عن الدفاع بتاعهم لو فضل اللعيبه السينيورز في المدافعين موجودين، لان جوهي واندرسون عارفين ان في يعني عروض ليهم ممكن حد فيهم يمشي. فلو فضل الدفاع بتاعهم قوي انا عايز يبقى عندي حد منهم. فلو مشيت مونوز هجيب هاندرسون مكان رايا. وبورو ومونوز هما يعني الاتنين نفس يعني شبه بعض في الفانتازي، نفس التهديد الهجومي، نفس القدرات الهجومية. يعني ده بديل ده فرق بينهم نص مليون بس. فهرجع اجيب بورو واجيب هندرسون، كده بقى معايا واحد اقدر اجيب بيه تاني انكونكو. نفس الكلام اقدر اعمله برضو، نفس الفكرة لو انا عايز اجيب مهاجم ب6. عندي لسه 1 مليون بعد ما بدلت هندرسون وبورو، عندي 1 مليون اقدر اجيب مثلا مونيز من فولهام. فدي بس الاوبشنز اللي انا قلتها دلوقتي، دي هي دي اللي بفكر فيها لحد الديدلاين. ما عنديش صلاح في الفريق فيه بالانس الى حد ما يرضيني في الكونستراكشن بتاعه الفريق ان انا اعمل ترانسفيرز. عندي ارنولد هنا، فبسهولة جدا اقدر انزل لمدافعين ارسنال قدام في الموسم لو حبيت. اقدر اروح لروبرتسون حتى من ليفربول، اقدر اروح لاي مدافع لان هو سعره 7، فسهل ان انا اعمل ترانسفير. نفس الكلام عندي مهاجم ب5، اقدر اجيب واحد ب5.5. اقدر انزل اللي سعرهم 4.5. نفس الكلام في حراسة المرمى برضو فلكسبيليتي موجودة، وانا معايا نص مليون ان انا ابجريد المهاجم ده اخليه ب6. عندي دييجو جوتا برضه هيديلي فلكسبيليتي او هيديني فرصة حلوة قوي ان في الاسبوع التاني والتالت ان انا اتنقل، لان هو زي ما بقولها هو مش لعيب ان انا اخليه معايا في الفريق وقت طويل، انما عايز ابتدي بيه الموسم علشان ماتش ابسويتش واكفر الهجوم بتاع ليفربول بسعر 7.5. اقدر في الاسابيع برضو بعد كده اجيب جوردون، اجيب بوين، اجيب دياز لو حسيت ان دياز فورمة احسن. مارتينيلي، مبويمو برضو على فكرة اوبشن كويس اوي. ماتشاتهم هتبتدي الموسم بماتشات كويسة. كريستال بالاس، انا بقول ماتش برينتفورد وكريستال بالاس ده بقى فيه اهداف كتير، 3-2 او 3-3. هيلعب بعد كده ليفربول، لكن بعد كده هيلعب ساوث هامبتون برضو على ارضهم. برينتفورد الموسم اللي فات كانوا وحشين وكان عندهم اصابات كتير جدا، والاصابات دي كلها رجعت والفريق يعني اصلا قوي وورانا مواسم قوية. هم ادائهم قوي الموسم اللي فات بس كان اندر بيرفورمانس. فممكن السنة دي يبقى فريق قوي جدا زي ما كان وبرنتفورد، ويبقى مفاجأة في الفانتازي ونبتدي نجيب اللعيبة منهم في الأسابيع اللي بعد كده. فهيبقى عندي هنا مكان لمبويمو، مكان جوتا. برضو سعر 5.5 مع سميث روي. ده ممكن بعد كده تجيب تافارنير أو سيمينيو من فريق زي بورنموث. ويفضل عندي هالاند الكابتن، وعندي فايس كابتن زي إيزاك، زي ساكا،
زي المهاجم اللي هجيبه هنا مع توالي ماتشات يعني. فدي اكتر خطة يعني مناسبة ليا هبتدي بيها الموسم. اعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو ده عجبك. وفي الدرافت في الفيديو الاولاني اللي انا عملته للموسم ده، في صلاح وهالاند في الدرافت كويس ككونستراكشن. ممكن انت تشيل لعيب وتحط لعيب تاني بنفس السعر حسب وجهة نظر بتاعتك، انما ككونستراكشن في درافتس كتير ممكن يبقى فيها صلاح وهالاند. وانت احلى حاجة في اللعبة دي ان انت يعني امشي ورا احساسك. يعني انت تفاعل مع وجهات النظر التانية، انما انت برضو امشي ورا احساسك واستمتع باللعبة. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تتابع معانا كل فيديوهات الموسم. شكرا.